شاورما. شاركتكم سامة. بلشت يومي هيك أقول الرزات شلون هيك طالع شكل صور حلوة مشان زيتون، وإن شاء الله هيك كل أيام. يا هلا والله وميت مرحبا، شلونكن حبايب؟ شو الأخبار؟ طمنني عنكن، إن شاء الله بخير. رجعت لكم بفيديو جديد، تابعوني للأخير لتشوفوني شو عملت. طبعا بلشت لكم بأطيب فنجان قهوة وأحلى وردة جابلي إياها أبو أسامة. بلشت يومي هيك على رواق، لأنه بهذا اليوم كان عندي تحضيرات تخطيطات كثير كبيرة. كان عيد ميلاد ابن أختي ثاني يوم، فحبيت هيك أعمل له عيد ميلاد وأفاجئه وأفرحه. بتعرفوا الأطفال بتفرح وبتنبسط، وأنا كثير 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 بحبه، فكنت ناوية أعمل له زينة وشوية أكلات طيبة. فرحت أول شي على المحل تبع الزينة. كان أني عندي بوالين، كنت ناوية الصراحة أجيب بوالين غير اللي عندي، غير اللون اللي عندي. اللون اللي عندي ذهبي وأسود وشوي شفاف، فأني كنت حابة بما إنه ولد أجيب له لون مثلا أزرق غير شي. بس لما دورت على الأرقام والقصص اللي بدي إياها لقيتها كلها يا ذهبي يا فضي، فوالله ظليتني على البوالين اللي عندي. جبت له هيك شغلات تناسب عليهن وتلبقلهن، وأشياء تكون بنفس الوقت بسيطة وهادية، وأقدر أخذها معي بالسيارة، لأنه أنا رح أجهز كل الزينة عندي بالبيت وبعدين أخذها لعند أختي. فوالله طلعت جبت كل الأمور واشتريت له كمان ألعاب. كنت ناوية أشتري له لبس، بس قلت لا خلص هو كبر وصار يحب الألعاب، فاشتريت له ألعاب ورجعت على البيت. من برا وبجي على المطبخ حاسني قلبي إنه في شي مو تمام. جيت لقيت أبو أسامة متسوق، الله يعطيه العافية هو ويرزقه، وتارك لي كل شي على الطاولة. طبعا هسا بدي أرتب هذا كلياته وأظبطه، أحطه كله بمكانه، وبعدين أبلش أظبط مشان بكرة عيد ميلاد محمد. فبس أخلص هاي الكركبة كلياتها برجع لكم وبفرجيكم تحضيراتي وتجهيزاتي لبكرة. فبعد ما خلصت تنظيف هاي الكركبة ورجعت الأغراض على محلها وظبطت المطبخ، بلشت باليالنجي، لأنه اليالنجي لازم أعمله قبل بيوم مشان أطبخه بكير ويبرد. فنقعت كاستين رز وحطيت عليهن بهار مشكل ونعناع يابس ورشة فلفل أسود، وفرمتلهن بصل وبندورة وبقدونس وسنين ثوم، وحطيت لهن دبس فليفل ودبس رمان ودبس بندورة وزيت زيتون وأكيد رشة ملح. وهاي طبعا بعد ما خلصت لفهن. الكمية كانت كثير قليلة، يعني أنا عملت بس كاستين رز، إنه هيش تشكيلة مع الأكلات اللي بدي أعملها. يعني هو عيد ميلاد صغير بس أني عيلتي وعيلة أختي. وبهذا اليوم كنت ناوية الصراحة أعمل كيك، بس سبحان الله أحيانا الواحد بتصير معاه قصص عكس المخطط. عندي بيكنج باودر، دورت ما لقيته، مع انه موجود وقدامي عيوني وما شفته، فأجلته لثاني يوم. فقت من الصبح قلت كمان لازم أرجع أبلش يومي بفنجان قهوة على رواق مشان أتحمس للشغل. والله وشربت قهوتي وقلت يلا لا أبلش. فأول إشي بلشت فيه هو خلية النحل، لأنه بدها وقت لحتى تتخمر. برشت الجبنة وضفت عليها للجبنة الشغلات اللي أني بحبها، حطيت عليها بقدونس وحبة البركة وجبنة موزاريلا ومعلقة لبنة. وبهذا الوقت كان شو اليالنجي مستوي، طبعا صيرته من الصبح مشان يبرد. فشوفوا لي لونهن ما أحلاه، بسم الله ما شاء الله. وشوفوا لي الرزات شلون هيك طالع شكلهن حلو. تركتهن طبعا ورحت أبلش بخلية النحل. أنا برق هالعجينة بزيت مو بطحين. فوالله بلشت فيها، رقيتها وقطعتها وحشيتها. الصراحة أني والله ما كنت ناوية أعمل خلية النحل، كنت ناوية أعمل غير شي، بس بهذا اليوم الوقت سرقني، ويعني في شغلات كنت مخططة أعملها ما عملتها. طبعا لبين ما بلشت بخلية النحل وجهزتها كنت خافقة على طرف الكيك وحاطيته بالفرن ليصير. قلت لبين ما أخلص قالب الجاتو بكون جهزت خلية النحل، وبطفي شوي الفرن بحطها لحتى شو تختمر مرة ثانية. ففوتتها على الفرن، بعد ما اختمرت طلعتها، دهنتها الوجه ببيض، وحاطة عليه أني معلقتين قهوة كبار، بس قهوة مغلية وبدون سكر. بحس هاي الطريقة أول شي بتقتل زنخة البيض، وثاني شي بتعطي لون كثير 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 حلو لصينية خلية النحل. طبعا أني بهاي الأثناء كمان جهزت اليالنجي بصحن وزينته، بس ضل علي إني شو أغلفه مشان أخذه معاي.
وكمان كنت مجهزة بدي آخُد معاي سلطة تركية. فنقعت البرغل وقلّبت على طرف بصل ودبس فليفلة ودبس بندورة ودبس رمان ومعلقتين كمون كبار وضفتهن على البرغل، وقُلت لبين ما تصير خلية النحل بافرُم الخضرة وباحطها عليهن. طبعًا أني بافرُم بقدونس شوي مو كتير وخس وخيار وبصل أخضر وشوية بندورة وباضيف دبس رمان بارجع مرة ثانية وزيت زيتون وباشوف شو بدها من ملح من هيج قصص. طبعًا هاي بعد ما طلعت صينية خلية النحل، شوفوا لي بسم الله ما شاء الله لونها، وهاي النتيجة النهائية للسفرة. طبعًا هذا اللي قدرت ألحقه بهذا اليوم. فوالله بس خلّصت قُلت يالّا لازم أجهّز الزينة، بلشت أنفخ بالبوالين. الصراحة ما حبيتش آخُذهن كمان لعند أختي، حسيت هناك بده يصير لبكة بين ابني وابنها ومدري شو، فوالله نفخت البوالين وجهّزتهن وأخدتهن لعندها. فهسّه شوفوا لي النتيجة النهائية شلون طلعت حلوة ومرتبة ورايقة، وأهم إشي إنه محمد كتير كتير انبسط فيها. فإذا وصلتوا معي لهون بتمنى منكم تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد أني بنزله. فوالله هذا ببيت أختي، شوفوا لي هالزينة وشوفوا لي هالترتيب، وحطينا كرسي الملك مشان يقعد عليه محمد ويتصور وياخذ صور حلوة مشان تضلها ذكرى بحياته. طبعا الحمد لله كان يوم كثير حلو وكثير انبسطنا، وأهم شي أهم شي إنه محمد انبسط وروق وطار عقله وطفى الشموع على كيفه، وإن شاء الله هيك كل أيامه سعادة وهنا وفرح وأعياد. طبعا عملت كمان هذول لفات الشاورما تقريبا شي بيشبه الشاورما، شاركتكم إياهن هيك بمقطع قصير على اليوتيوب. وهيك والله كان احتفالنا وهيك كان يومي. رجعت على البيت كثير كثير تعبانة، والصراحة مش قادرة أشتغل شي مع إنه البيت كان منكوت والمطبخ منكوت. فوالله حطيت راسي ونمت، وثاني يوم الصبح فقت هيك قعدت شوي شربت لي كاسة كابتشينو وقلت يلا لحتى أبلش بشغل البيت. بس قبل ما أبلش بشغل البيت فطرت السيد أسامة، عملت له عجة. طبعا كثير بحب أفطره هيك بيض أكلات هيك صحية. وبعدين قلت لازم أنظف الفرن وأنظف الغاز بعد ما خبزت هذيك المرة الخبز الحوراني. بلشت أول شي بتنظيف الغاز، في عندي شوية هيك قصص متراكمة عليه. جبت هاي الشفرة اشتريتها من الDM. حسيتها والله كتير كويسة. أول إشي بلشت إني أنظفه على الناشف بدون ما أحط عليه أي شي أبدا. بعدين قلت لأ بحط عليه هذا المعجون تبع بنك وبشوف شلون بلشي تكون أسرع وأحسن. والله فعلا فرقته. وبعدين بلشت بهاي الشفرة أشيل الدهون المتراكمة القصص اللي عليه يعني. والصراحة والله النتيجة كانت يعني مرضية بنسبة 80%. هسا كمان شوي بتشوفوا شلون صار معاي الغاز عم يلمع ويضوي ضوي. طبعا والله طلعت منه كمية أوساخ كتير كبيرة، مع إني دايما بفركه شايفين شلون. بعد ما مسحته خالص من هذا معجون البنك، رجعت استخدمت ملمع للغاز لهاي النوعية. كمان والله عطاه لمعة كتير قوية، والصراحة النتيجة عجبتني يعني رح أضل أعمل هيك بإذن رب العالمين. مع إنه أني غازي دائما بنظفه بس ما بعرف إنه شو السبب. هيك متراكمة عليها القصص، بس خلص هاي الشفرة جبتها وبإذن رب العالمين رح أعتمدها. وبعدين قلت لازم أنظف الفرن، لأنه هذيك المرة وقت خبزت الخبز الحوراني صار فيه طحين وتوسخ والله الصراحة. هسا أني الفرن والغاز ما بخليهن يعني يتراكم عليهن شي وسخ. بحس لازم ألحقهن أول بأول، مش بس هن كل الأجهزة الكهربائية اللي عندي بالبيت، لأنه الغرض بس نطول عليه، وخصوصا مثل هيك أجهزة إنه بتتعرض للحرارة وممكن يحترق اللي بقلبها بيكسر عمره وبيخرب. وأنا كتير بحب أحافظ على أغراضي يعني. كمان استخدمت له هذا البخاخ كتير كتير كويس. الصراحة مع هذا البخاخ يعني أنا كمان بفرك، بس هو ما فيش داعي الواحد يفرك كتير. هسا أني الفرن بنظفه دائما، بس مثلا مش إني والله عملت قالب قعدت بقوم بنظفه، أو شويت لي صينية بطاطا بقوم فورا بنظفه. بس مثلا استخدمت شغلة عجين شغلة هيك قصة بتوسخ فورا بنظفه. وباقي الأيام كل استخدامين ثلاثة الرابع بعمل له تنظيفة. أحيانا ما بحتاج أليف بالليفة، بس إني بخ البخاخ وبمسح مسح يعني حسب هو شو متراكم عليه. بس أني قصة أترك الغرض لحتى أبدا يعني ينتهي وبعدين أصير أنظف، لا ما بحبها.
خبروني انتو بالتعليقات، معتمدين انه لا بتراكموا كل شي والواحد بيعزل تعزيلة واحدة، ولا اول باول؟ هسا اني الصراحة لا، بحب اول باول وبحب اعدين، يعني مثلا كل شهر مرة اعمل لي تعزيلة مرتبة للبيت ولكل الاجهزة اللي عندي. وطبعا هون اللحظة المنتظرة، صار لي سنتين ها عم بستنى اني اشتري نشافة، بس سبحان الله كل مرة يطلع لي شكل، مرة اشتريت غسالة، مرة اشتريت غير قصة. وبصراحة بعد ما جبت أسامة صار موضوع الغسيل كتير يضايقني بالبيت. أنا بصراحة ما عندي برندة، وعم بنشر الغسيل بالبيت وعم بيطول لحتى ينشف، فوالله قررت انه خلص لازم اجيب نشافة. طبعا شفت كتير موديلات وكتير انواع، واخر شي استقرينا اني وابو اسامة نجيب نشافة نوعية سامسونج. الصراحة كثير حبيتها وكثير عجبتني، بسم الله ما شاء الله. جربتها أني. توفيرها للطاقة وسط. طبعا توفير الطاقة بعد ما بعرفش عن نتيجة لآخر السنة تيجي الفاتورة ونشوف. بتسعة 9 كيلو، أنا غسالتي 8 كيلو. فلما رحنا نشتريها قالوا لنا إنه لازم تكون نشافة أكبر بشوي، أو ما تحطوا كل الغسيلات فيها إذا اشتريناها 8. قلت لا بجيبها 9. فوالله أنا عندي بالبيت هيك في غرفتين صغار جدا جدا لهيك قصص. أنا كنت بهاي الغرفة حاطة غير شغلات، فبعد ما اشترينا النشافة نظفتها لهاي الغرفة، أول شي كنستها بعدين مسحتها. يعني لازم أعملها تنظيفة مرتبة لاستقبال النشافة اللي أغلى جهاز كهرباء جبته لحد الآن. طبعا مش أغلى جهاز كهرباء من ناحية المصاري، لا، أغلى جهاز كهرباء على قلبي، يعني على قد ما كنت مبسوطة ومكيفة فيها. طبعا هاي الغرفة حطيت فيها الغسالة، مو الغسالة عفوا، النشافة، وبدي أرتبها وأعملها تنسيقة حلوة. فاستنوني بالفيديو الجاي لحتى أفرجيكم إن شاء الله شلون نسقتها. وإذا مو الفيديو الجاي، الفيديو اللي بعده، المهم انتوا استنوني. ولهون بكون وصلت معكم لآخر الفيديو. بتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات شو أكثر شي حبيتوه بالفيديو، واستنوني في فيديو جديد. سلام.